كلنا سمعنا أغنية مسلسل المداح الجديدة ترنيمة الجن، وسمعنا كلام كتير إن الأغنية دي عبارة عن طلاسم من كتاب شمس المعارف. بس هل الكلام ده بجد؟ في البداية خلينا اديك فكرة عن المداح لو انت ما تابعتوش. بتبدأ قصة المداح بطفل اتبناه إمام المسجد واللي كان صوفي. مع الوقت يكبر الطفل ويبقى راجل متدين محبوب من الناس، ومن هنا تبدأ أحداث المسلسل لما تمكن الشيطان منه بسبب إن علق قلبه بواحدة فيقتل أقرب الناس ليها، وتبدأ قصة المداح. خلال تصوير المسلسل حصل أحداث غريبة، وكل ده على لسان بطل الرواية حمادة هلال لما صرح وقال: هو ممكن يكون حصل شوية حاجات في مرسى علم بالأمانة. في حصل حاجتين في الأوتيل. أنا افتكرت نفسي كان البيبان كلها، الباب عندي بيتفتح مع إني فاكتشفت إن. وكمان خرجت الفنانة لوسي وقالت حكايات غريبة. تعالوا نشوف قالت إيه. أنا كنت بحس بلمس. بسم الله الرحمن الرحيم. بلمس لدرجة أنا جنب مني مصحف. بجيب الريموت بتاع التكييف. كم يوم كانوا حر عشان اطفيه، فلقيت اقسم بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هم ان كان طيبين ولكن يطلع بعد فتره حماده هلال وينفي كلام لوسي. لوسي حساسه بزياده وانا قلت قبل كده في لقاء، انا بقولها مش انا ده، انا عشان بهرج معاها كتير. انت اوفر يا لوسي. فهل انت مصدق كلامها ولا لا؟ وقف الفيديو وقول لي في خانة التعليقات. نرجع لموضوعنا بقى. هل ترنيمة الجن هي طلاسم من كتاب شمس المعارف؟ اكيد اي حد فاهم مش هيصدق الكلام ده. هو مجرد كلام مكتوب بلهجة معينة مع مؤثرات صوتية بتشدك انك تسمعها، وده اللي قاله حمادة هلال بنفسه. ايه حكاية التعويذة واللي بيتقال عليه؟ السؤال ده جامد قوي. السؤال ده مهم. يعني تعويذة ازاي؟ يعني انا اعمل تعويذة نضيع نفسنا احنا انا بغني ده، انا عشان سمعت الجملة دي فرحت واخد ايه مارك مدير التصوير واحمد يحيى المساعد وكلنا واحنا راجعين من التصوير بالعربيه، يلا بقى طب اهو يعني. لا بس كده، ده كان فيديو النهارده. متنساش اللايك والفولو وتشير الفيديو لصاحبك وتكتب تعليق جميل تحت الفيديو وقول لي اتكلم عن ايه الفيديو الجاي.